محمد كان إمام مسجد صغير في قرية هادئة بالكويت. نشأ على حب العلم والتدين، وتخرج بعد سنوات طويلة من الدراسة ليحقق حلمه بأن يصبح إماماً. لكنه سرعان ما اكتشف أن الحياة ليست كما تصورها. القرية كانت تعاني من الفقر، والمصلون قليلون، والدخل الذي يحصل عليه بالكاد يكفي احتياجاته اليومية. كلما مر يوم ازداد شعوره بالإحباط، وبدأت ضغوط الحياة تترك أثرها على نفسه. في إحدى الأمسيات، وبينما كان محمد عائدا من المسجد، التقى بصديقه القديم عبد الله. عبد الله كان معروفا بأسلوبه الجريء وعلاقاته الغامضة. جلسا يتحدثان طويلا، ولاحظ عبد الله الحزن الذي يعلو وجه محمد. عندما سأله عن حاله، لم يستطع محمد كتم ما في قلبه. شكى له الفقر، الوحدة، وضيق الحال. ابتسم عبد الله بخبث وهمس: أعرف طريقة تغير حياتك بالكامل. تطلع إليه محمد بتعجب، ثم سأل: أي طريقة تقصد؟ اقترب عبد الله أكثر وقال بصوت منخفض: السحر. أعرف أشخاصا أصبحت حياتهم أفضل بعد دخولهم هذا المجال. المال، القوة، والجاه، كل شيء يمكن أن تحصل عليه. شعر محمد بالصدمة من كلام عبد الله. ارتجفت يده وقال: ماذا تقول؟ السحر؟ هذا كفر بالله. ضحك عبد الله وأجاب: ليس كما تعتقد، إنه مجرد وسيلة تماما كأي عمل آخر. فكر في الأمر. تركه محمد ورحل، لكنه لم يستطع نسيان حديثه. كانت كلمات عبد الله تطن في أذنيه، خاصة عندما كان يجلس مع أسرته الصغيرة التي بالكاد تجد ما تأكله. أصبح يتساءل: هل يمكن أن يكون السحر حلاً؟ مرت أيام وهو يحاول مقاومة الفكرة، لكنه كلما رأى فقر القرية وتدهور حالته، كانت الفكرة تعود إليه بقوة أكبر. في إحدى الليالي، وبينما كان يصلي في المسجد، شعر بشيء غريب، وكأن روحاً مظلمة تهمس في أذنه، تدفعه لاتخاذ قرار لم يكن يتخيله من قبل. بعد الصلاة جلس وحيدا في المسجد، يضع رأسه بين يديه ويحدث نفسه: هل أقبل؟ هل أخون ما أؤمن به؟ أم أنني أستسلم وأبحث عن الحل بأي طريقة؟ محمد الذي كان يعيش حياة بسيطة ومتواضعة لم يستطع مقاومة الضغوط التي كانت تحاصره من كل جانب. بدأ بالبحث عن الطرق التي تحدث عنها عبد الله. في البداية كانت خطواته مترددة ومليئة بالخوف، لكن الفضول دفعه إلى التعمق أكثر. لجأ إلى كتب قديمة ومصادر مشبوهة، واستخدم علاقات عبد الله للحصول على أدوات ومعلومات عن السحر. مع مرور الوقت أصبح محمد يدرك أنه يدخل عالما مظلما وخطيرا، لكن المال بدأ يتدفق إليه بشكل لم يتوقعه. العملاء كانوا يأتون إليه بحثا عن حلول لمشاكلهم: رجل يريد استعادة حبيبته، امرأة تبحث عن علاج غريب لمرض مجهول، أو شخص يريد السيطرة على أعدائه. محمد الذي كان في البداية يبرر لنفسه أن هذا عمل مؤقت، بدأ يغرق أكثر في هذا المجال. خلال شهور قليلة تغيرت حياته بالكامل. اشترى سيارة فاخرة، وانتقل إلى منزل كبير في إحدى المناطق الراقية. الجميع في القرية بدأوا يتحدثون عن تحول محمد المفاجئ. لم يعد الرجل البسيط الذي كان يعاني من الفقر، بل أصبح شخصاً آخر تماماً. بجانب المال، جذب محمد الكثير من الانتباه. النساء كن ينبهرن بمظهره وحياته الجديدة، حتى تزوج بفتاة جميلة جداً كانت تعتبر من أجمل فتيات المنطقة. بدأ أن كل شيء يسير لصالحه، لكن شيئاً في داخله كان يخبره أن هذا الطريق لا يمكن أن ينتهي بخير. في كل ليلة، وبينما كان يجلس في منزله الفاخر، كانت تراوده كوابيس غريبة، أصوات تهمس باسمه، ظلال تتحرك في زوايا غرفته، وأحياناً شعور بالاختناق أثناء نومه. حاول تجاهل هذه العلامات، لكنه لم يستطع إنكار أن شيئاً مظلماً بدأ يطغى على حياته رغم كل الأموال والراحة التي حصل عليها. كان يعيش حياة مزدوجة بين المظاهر البراقة والمخاوف التي تنهش روحه. بدأ يدرك أن السحر الذي جعله يحقق كل هذه الإنجازات قد يكون السبب في سقوطه الوشيك. بعد مرور شهور من زواجه، لاحظ محمد أن هناك شيئاً غريباً في زوجته. على الرغم من جمالها الباهر وسحرها الذي لا يقاوم، إلا أن تصرفاتها أحياناً كانت تثير الريبة. كانت تختفي فجأة في أوقات غريبة من الليل، وتبقى في غرف مغلقة لساعات دون أن يسمع صوتاً منها. أحياناً كان يشعر ببرودة شديدة في الغرفة عندما تكون بقربه، وأحياناً أخرى كان يجد أشياء تتحرك في المنزل من تلقاء نفسها. حاول في البداية إقناع نفسه بأن هذه مجرد أوهام، وأنها نتيجة الإرهاق أو الكوابيس التي تراوده باستمرار، لكنه لم يستطع تجاهل الشعور الذي يطارده، وكأن هناك سراً مخيفاً تخفيه عنه. ذات ليلة
استيقظ محمد على صوت همسات قادمة من غرفة زوجته. اقترب بحذر ووقف عند الباب، لكنه شعر بالخوف عندما سمع صوتا غريبا لم يكن صوت زوجته المعتاد. كان الصوت عميقا ومخيفا، وكأنها تتحدث بلغة غريبة لم يسمعها من قبل. دفع الباب بحذر، وما رآه جعله يشعر وكأن قلبه توقف. كانت زوجته تقف أمام مرآة كبيرة، لكنها لم تكن تبدو كإنسانة. انعكاسها في المرآة كان مرعبا. عيناها توهجتا بلون أحمر مخيف، وشعرها يتطاير حولها، وكأن هناك ريحا تحيط بها. عندما رآها محمد التفت نحوه بسرعة وابتسمت ابتسامة باردة. قالت بصوت هادئ ولكنه مرعب: الآن عرفت الحقيقة، أليس كذلك؟ تجمد محمد في مكانه، بالكاد يستطيع التنفس. حاول التحدث لكنه لم يجد الكلمات. أكملت قائلة: أنا لست بشرية، أنا من الجن. كنت أراقبك منذ دخلت عالم السحر. أردت أن أكون جزءا من حياتك، وقد نجحت. لم يستطع محمد التصديق. كل شيء بدأ يتضح له: الثراء السريع، تغير حياته، الكوابيس التي تلاحقهم، والظواهر الغريبة في المنزل. كان يشعر أنه محاصر، لا يعرف كيف يهرب من هذا الكابوس الذي أصبح واقعه. بدون أن يفكر ركض خارج المنزل، تاركا كل شيء خلفه. لم ينظر إلى الوراء ولم يأخذ شيئا معه. شعر وكأن الظلال تطارده، وكأن المنزل نفسه يحاول أن يبتلعه. عندما وصل إلى المسجد ألقى بنفسه على الأرض وبدأ يبكي بحرقة، طالبا المغفرة من الله. لكنه كان يعلم أن هروبه لن يكون النهاية، بل بداية صراع جديد مع الظلام الذي أدخله إلى حياته. محمد وهو جالس في المسجد يشعر بالرهبة والخوف مما جلبه على نفسه. أمضى الليل يتضرع إلى الله طالبا المغفرة والخلاص. دموعه لم تتوقف وهو يسترجع الأحداث التي قادته إلى هذه اللحظة. في أعماقه كان يدرك أن دخوله عالم السحر والشعوذة كان خطأ فادحا، وأن ما حدث له كان نتيجة استسلامه لرغباته الدنيوية. في الصباح قرر محمد أن يواجه مصيره بدلا من الهروب. تواصل مع شيخ معروف في القرية، رجل عرف بتقواه وعلمه، وقرر أن يعترف بكل شيء. جلس محمد أمام الشيخ وهو يرتجف، وروى له القصة منذ البداية: فقرة، ضغوط الحياة، لقاؤه بعبد الله، ودخوله عالم السحر، وصولا إلى زواجه من الجنية. نظر الشيخ إليه بجدية وقال: ما قمت به هو ذنب عظيم، لكن باب التوبة مفتوح دائما. يجب أن تكون مستعدا للتضحية بكل ما اكتسبته من هذا الطريق، وتواجه ما قد يترتب على أفعالك. التوبة ليست مجرد كلمات، بل أفعال وإصرار على الرجوع إلى الله. بدأ الشيخ بإرشاد محمد إلى الطريق الصحيح. أخبره بضرورة التخلص من كل الأموال والممتلكات التي حصل عليها من السحر، والعودة إلى حياة البساطة التي كان يعيشها. كما نصحه بإجراء جلسات رقية شرعية مكثفة لطرد أي تأثيرات شيطانية قد تكون متعلقة به. لكن الأمر لم يكن سهلا. في الليالي التالية بدأت الأحداث المروعة تزداد. كانت الكوابيس تعود أكثر قوة، والأصوات الغريبة لم تختفي. في إحدى الليالي بينما كان يصلي في المسجد شعر بوجود شيء خلفه. عندما التفت رأى ظلا طويلا يقف في زاوية المسجد يراقبه بصمت. لم يكن لديه شك في أن هذه الجنية التي تزوجها لم تقبل بفكرة تركه بسهولة. في تلك اللحظة قرر أن يقوي إيمانه أكثر وأن يعتمد على الله فقط. استمر في الصلاة والذكر وتلاوة القرآن بشكل مكثف. بمرور الوقت ومع التزامه الكامل بالتوبة والابتعاد عن كل ما يربطه بالسحر، بدأت تلك الكوابيس تقل، وبدأ يشعر براحة لم يشعر بها منذ سنوات. لكنه كان يعلم أن هذا الطريق طويل، وأن عليه أن يبقى قويا في وجه كل محاولات الشيطان لإعادته إلى الظلام. محمد أدرك أن النجاة الحقيقية لا تكون بالهرب من الخطأ، بل بمواجهته والتوبة منه والعمل على تصحيح المسار. كانت تلك التجربة درسا قاسيا، لكنها أعادته إلى الطريق الذي ابتعد عنه، وعلمته أن الإيمان بالله هو الملاذ الوحيد في مواجهة ظلمات الحياة. محمد استمر في طريق التوبة، لكنه كان يعلم أن توبته لن تكتمل إلا إذا واجه الماضي بكل ما يحمله من ظلام. كانت الأيام تمر بصعوبة، ومع كل صلاة وذكر كان يشعر بثقل الذنوب ينحسر ببطء. لكنه كان يعلم أن هناك خطوة أخيرة يجب أن يتخذها، وهي مواجهة الجنية التي تزوجها، وإنهاء هذا الارتباط المشؤوم الذي ما زال يربطه بعالم السحر. تواصل مع الشيخ الذي ساعده سابقا، وأخبره بنيته مواجهة الأمر. حذره الشيخ من خطورة هذا القرار، لكنه دعمه بآيات من القرآن الكريم، وأعطاه نصائح حول الرقية الشرعية والتحصين. أخبره أن إيمانه يجب أن يكون أقوى من أي شيء.
لأن الله معه ولن يتركه وحده في هذه المعركة. في إحدى الليالي قرر محمد العودة إلى المنزل الذي هرب منه. دخل بخطوات مترددة يشعر بأنفاس الخوف تلاحقه. كان المنزل مظلما وهادئا بشكل غير طبيعي. بدأ بتلاوة آيات من القرآن بصوت عال، وكلما تقدم داخل المنزل كان يشعر بأن الجو يزداد برودة وثقلا. عندما دخل الغرفة التي كانت زوجته تقضي فيها معظم وقتها، وجدها جالسة في زاوية الغرفة، عيناها الحمراوان تلمعان في الظلام. ابتسمت بسخرية وقالت: أنت شجاع، أتيت لتواجهني بعد كل هذا؟ رد محمد بصوت ثابت رغم الخوف الذي يكاد يسيطر عليه: أنا لم آتي لمواجهتك، بل جئت لأنهي هذا العبث. تبت إلى الله، ولن أسمح لك أو لأي قوة من الشيطان بأن تتحكم في حياتي بعد الآن. بدأ بقراءة القرآن بصوت عال، وكان يزداد قوة مع كل آية يتلوها. الجنية بدأت تصرخ بصوت مخيف، وكأن الكلمات تحرقها. حاولت الاقتراب منها، لكن كلما فعلت كانت قوة الكلمات تمنعها. استمرت المواجهة لساعات، حتى صرخت صرخة مدوية ثم اختفت تماما. بعد تلك الليلة شعر محمد وكأن حملا ثقيلا أزيح عن كاهله. المنزل عاد إلى طبيعته، ولم تعد هناك أصوات غريبة أو ظواهر مخيفة. أدرك أن الله قد منحه فرصة جديدة ليبدأ من جديد. بدأ محمد ينخرط أكثر في خدمة مجتمعه، وعاد إلى المسجد ليؤدي دوره كإمام، لكن هذه المرة بروح أقوى وإيمان أعمق. كان يروي للناس قصته، ليس ليخيفهم، بل ليحذرهم من خطورة الابتعاد عن طريق الله. أصبح رمزاً للتوبة والعودة إلى الحق، وكرس حياته لنشر الإيمان والطمأنينة بين الناس. ورغم أن الماضي كان يترك في داخله جروحاً عميقة، إلا أن محمد تعلم أن النور دائماً أقوى من الظلام، وأن الله لا يخذل من يلجأ إليه بصدق. مرت سنوات طويلة منذ أن ترك محمد خلفه ذلك العالم المظلم الذي كاد يبتلعه. أصبح شخصاً جديداً، رجلاً يحمل على كتفيه عبء التجربة القاسية التي عاشها، لكنه استمد منها درساً عميقاً عن التوبة والإيمان. بعد مواجهته الأخيرة مع الجنية التي كانت زوجته، عاد محمد إلى القرية، لكنه لم يعد الإمام الذي عرفه الناس من قبل. كان أقرب إلى الحكيم، ينصح ويرشد وينقل تجربته لمن حوله حتى يتجنبوا الوقوع في الخطايا التي أودت به إلى هذا الطريق. بنى محمد حياته من جديد، بعيداً عن الثراء الزائف والطرق الملتوية. عاد إلى البساطة التي كان قد تركها خلفه، وكرس وقته لإصلاح ما أفسده. أسس مركزاً صغيراً لتعليم الأطفال والشباب علوم الدين، وكان يحكي لهم قصته كتحذير دون أن يكشف كل تفاصيلها المخيفة. رغم استقراره الظاهري، كانت هناك ليال يستيقظ فيها فزعاً، متذكراً ظلال الماضي التي كانت تطارده، لكنه كان يلجأ إلى الصلاة والتقرب إلى الله ليجد الطمأنينة. كلما رأى شخصاً يسعى وراء الطرق الملتوية لتحقيق أحلامه، كان يقف بجانبه ويحاول أن ينقذه، وكأنه يسدد ديناً تجاه نفسه وتجاه من حوله.